السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد، والفيديو ده هيكون ملخص للتصريحات اللي قالها وزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي في المؤتمر أو في الاجتماع بتاع النهاردة، اجتماع الموازنة. واتكلم فيها عن السنة الجاية أو خطة السنة الجاية هتبقى عاملة ازاي، وهتبدأ الدراسة السنة الجاية ازاي في ظل الأزمة دي، برضه في ظل الكورونا، لأن دي شكلها مش أزمة وقتية وهتفضل معانا شوية. وكمان اتكلم عن الصف الثالث ثانوي، واتكلم عن الحاجات المهمة أو الاجراءات اللي احنا هنتخذها او اللي الوزاره هتتخذها والدوله هتتخذها مع امتحانات الثانويه العامه، وهل هيتم التاجيل من عدم. وكل ده هنقراه في التصريح بتاعنا او في ال الخبر بتاعنا والتقرير بتاعنا بتاع النهارده. عشان كده تابعوا للنهايه، عشان كل دقيقه فيها معلومه جديده، وكمان عشان توصل للقرارات النهائيه للصف الثالث ثانوي. اول حاجه بيقول: قال الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم الفني ان هناك عددا من المقترحات التي تتم دراستها خلال العام الدراسي الجديد، اللي هو اللي جاي السنة الجاية إن شاء الله، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا. أبرزها أن يكون الأسبوع الدراسي على سبيل المثال لمدة يومين فقط. دي أول حاجة وزير التربية والتعليم بيقولها، سواء كنت في أولى ثانوي، تانية ثانوي، في ابتدائي، في أي سنة دراسية، هيبقى يوم الدراسة بتاعك يومين فقط، مقابل أن يمتد حتى الساعة 5 مساء. يعني هتبقى من 8 الصبح أو من 7 الصبح لحد 5 المغرب هتفضل في المدرسة، وده لمدة يومين في الأسبوع بس. والاستعانة بالتعليم أونلاين خلال باقي أيام الأسبوع، وباقي أيام الأسبوع هتدرس من على التاب أو من على الجهاز الإلكتروني بتاعك. وقال شوقي خلال اجتماع لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب من مناقشة الموازنة العامة اللي هو يوم الأربعاء النهارده، يعني هذا النظام سيكون تطبيقه صعبا على المرحلة الابتدائية. يعني صعب فعلا إن المرحلة الابتدائية يكون بيتعلم الكتروني او بيتعلم اونلاين. غير كده اصلا انه صعب جدا انه يروح يقعد في المدرسة من 7 الصبح ولا من 6 الصبح لحد 5 المغرب. يعني صعبة جدا جدا جدا، يعني على طالب المرحلة الابتدائية كمان. هي صعبة على اي حد، بس يعني مرحلة الطالب الابتدائية كمان سنه صغير ولسه ما يستحملش الكلام ده، وكمان هو ما يعرفش يفتح اونلاين ويذاكر اونلاين والكلام ده كله، خصوصا أن هذه السن تحتاج إلى تواصل مباشر بين الطالب والمدرس، في حين أن تطبيقه على المرحلة الإعدادية سهل، مشيرا إلى أنه قبل تطبيقه سيتم تسليم جهاز للطلبة به كل المنهج، وكذلك آلية التواصل الإلكتروني مع المعلم وشرح المواد مصحوبا بالفيديو. برضو دي حاجة صعبة جدا على الدولة، مش قصدي على الطالب. هي على الطالب عارفين انها صعبة، وصعب انه يستلم جهازه بتاعه ويقعد يتعامل فيه، لكن على الدولة انها تعمل كل الاجهزة الالكترونية دي وتسلمها لكل الطلاب دي، كم مليون طالب، فاظن الموضوع يكاد يكون مستحيل يعني. ولفت وزير التربية والتعليم الى ان هذا الجهاز سيتم تسليمه فقط بداية من مرحلة رابعة ابتدائي، يعني من اول رابعة ابتدائي بس هيتم تسليمه، وبالتالي سيتم توفير تكاليف الطباعة. فقبل هذه السن يجب ان يتم التعلم بالورقة والقلم. من قبل سن رابعة ابتدائي لازم نتعلم بالورقة والقلم يعني، لكن من اول رابعة المفروض نتعلم كده وخلاص. ما علينا، سواء على مستوى الكتابة او الحساب، وهذا امر مهم من الناحية التعليمية. من كي جي لثالثة ابتدائي مش هيكون في تكنولوجيا، ولازم الطلاب يحسبوا ويكتبوا بايديهم لاسباب تعليمية. يعني هو بيقول كل السنين الدراسية يتم تعامله بالتكنولوجيا. طبعا انتوا في اولى ثانوي وتانية ثانوي او اي حد في سنة دراسية بيتفرج عليا وكده كده بيستخدم التكنولوجي. فهيبقى السنة الجاية بقى تقريبا كله تكنولوجي، كله هيستخدم بالتابلت والكلام ده كله. وهيتم ده مقترح لسه ما اتنفذش، شكله هيتنفذ، بس شكله هيتنفذ اللي هو يبقى فيه يومين في الاسبوع بس دراسة في المدرسة والباقي اونلاين. وهيبقى اليوم لحد 5 مساء، مش عارف ازاي بس هيبقى اليوم لحد 5 مساء يعني، على اساس انه كده ما بيمنعش التجمعات. ما علينا. وأوضح شوقي أن هذا العام سيشهد آخر تطبيق لمنظومة التعليم القديم، فنظام التعليم الإلكتروني سيقضي على الكتب الخارجية والدروس الخصوصية، لذلك فيروس كورونا ربما يكون منحة. هو أنا معاك إن هو ممكن يكون منحة فعلا، وبسببه في حاجات كتير حلوة حصلت، مش حاجات وحشة بالعكس. ولكن سيقضي على الكتب الخارجية والدروس الخصوصية دي، أنا ما أظنش، بالعكس أنا حاسس إنها هتزيد أكتر. سيشهد آخر تطبيق لمنظومة التعليم القديم، معنى كده إنه خلاص يبقى كله إلكتروني بقى والكلام ده كله. نكمل. قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن هناك مطالبات من جانب البعض، هنا بقى نخش على ثالثة ثانوي، بإلغاء امتحانات الثانوية العامة أو تأجيلها، قائلا هناك مطالب بتأجيل امتحانات الثانوية العامة وهذا سيكون له عواقب وخيمة. أما الحديث عن استبدال الامتحانات باختبارات قدرات فهذا كلام هزلي وكلام فاضي.
زي ما احنا قلنا قبل كده في فيديوهات تانية ان ده مش هيحصل وكلام هزلي وكلام فاضي. مشيرا الى ان البعض متخوف من اجراء الامتحانات في اللجان قائلا هناك عام دراسي سيبدأ في سبتمبر القادم اللي هو شهر 9 يعني. ازاي بقى هنلحم العام الدراسي القديم في عام دراسي جديد ولسه الثانويه العامه ما امتحنتش؟ هو ده قصده. والناس دي طول النهار في المول والمترو والميكروباص. احنا هنوفر للطلاب تامين. هو قصده هنا ان الناس اللي بتقعد تتكلم وتطالب بتاجيل الامتحانات وكده دول اصلا طول اليوم في المول والمترو والميكروباص. هو قصده كده. احنا نوفر للطلاب تامين مش موجود في البيت، المهم ما يحضرش الاهالي مع الطلاب ويتكدسوا امام اللجان يبقى قابلني. طبعا ده مش هيحصل، انا اسف في اللفظ، بس ما اظنش ان الطلاب هتعمل كده او الاهالي هتعمل كده. انت عارف المعتقدات المصريه والفكر المصري، يعني الطلاب نفسهم هيتكدسوا اصلا بغض النظر عن الاهالي يعني. ما علينا. كما كشف خلال اجتماع للجنه الخطه والموازنه اليوم الاربعاء عن الاجراءات الاحترازيه المتعلقه بالوقايه من فيروس كورونا المستجد والتي اتخذها الدوله لاجراء امتحانات شهادات الثانويه العامه والدبلومات الفنيه. يعني امتحانات الثانويه العامه والدبلومات الفنيه مع بعض، مفيش حاجه فيهم تلغي. لافتا الى انه سيتم تركيب 5000 بوابه تعقيم على لجان الامتحانات المختلفة، وأنه سيتم تعقيم الفصول واللجان وأوراق الامتحانات يوميا قبل وبعد الامتحانات. مش ممكن الورقة تبوش لما تعقمها؟ مش عارف، اسمع علينا. قبل وبعد الامتحانات. كما أنه سيتم توزيع 25 مليون كمامة على المترددين على اللجان من مشرفين وطلاب وموظفين وعمال، فضلا عن توفير أجهزة لتغطية الأحذية قبل دخول اللجنة وتجهيز غرف عزل باللجان وسيارات إسعاف للتعامل مع أي حالات اشتباه. يعني الطالب هيبقى قلقان أصلا وهو رايح بكل ده. يعني أنا مش عارف، بس يا رب يكون خير يعني لو هي تتعمل فعلا. كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني عن تكلفة إجراءات امتحانات الشهادات الثانوية والدبلومات الفنية في اللجان، لافتا إلى عن عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحان يبلغ 1,400,000 طالب سيؤدون الامتحان على مدار 20 يوم. لافتا إلى أن تكلفة التعقيم والإجراءات الوقائية والاحترازية خلال تلك الفترة ستبلغ 950 مليون جنيه بس عشان نعمل امتحانات الثانوية العامة. والله أنا شايف إن احنا نأجلها أوفر من كل ده. وقال شوقي الحاجة الوحيدة اللي عايزة لجنة على الأرض هي شهادة الثانوية العامة وشهادات الدبلومات الفنية، لافتا إلى أن الوزارة طالبت بمخصصات مالية في مشروع الموازنة الجديد للسنة المالية اللي هي 2020-2021 نحو 132 مليار جنيه. وزارة المالية وافقت على تخصيص 109 مليار جنيه فقط. مش عارف ليه، قائلا الموازنة عليها ضغط شديد خصوصا ان احنا داخلين على هم شديد بسبب فيروس كورونا. ده كان التقرير وكان كل حاجة قالها وزير التربية والتعليم. هو قال حاجات تانية برضو بس هنبقى ننزلها في فيديوهات تانية ان شاء الله، يعني لما نحللها ونفسرها كده. ده كل اللي قاله عن العام الدراسي الجديد وكل اللي قاله عن الصف الثالث الثانوي. انا مش عارف رايك ايه. انا عايز كل طالب دلوقتي بيتفرج عليا او كل ولي امر او ايا كان اللي بيتفرج عليا، عايز رايك في الكومنتس، تقول لي رايك ايه في الخطه اللي وزير التربيه والتعليم بيتبناها، الخطه اللي وزير التربيه والتعليم عايز يعملها السنه الجايه. كمان عايزك تقول رايك في امتحانات الثانويه العامه، هل يتم تاجيلها ولا لا يتم تاجيلها؟ كل ده عايزه في الكومنتس عشان نشوف رأي الأغلبية هيكون عامل ازاي. بس ده كان الفيديو بتاع النهارده وده كان الخبر والتصريحات والتقرير بتاع النهارده. اي حاجه جديده ان شاء الله هننزلها اول باول، عشان كده ما تنساش الاشتراك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كمان ما تنساش اللايك تقديرا ودعما للمجهود، ونشوفكم فيديوهات جايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.